ندخلوا في الدومين تاعك باسكو شوف، أنا قلت لكم من قبل، قلت لكم باش نحلوا المشكل لازم نفهموا المشكل. باش نفهموا المشكل في الجزائر واش راهو صاري أو شا صرا واش غادي يصرى. المشكلة أن الرئيس اللي يوصل إلى رئاسة الجمهورية مع الأسف أي واحد يوصل إلى المرادية يسكر الباب وراه، يسكر الباب وراه ودي يستعمل في القانون، في القوة، في العدالة، في الجيش، في الأجهزة الأمنية باش يقمع أي واحد يكون ضده. دونك الرئيس اللي يجي باش ينتقم ويضر الناس وما يسمع لحتى واحد ويشوف روحه هو على حق مطلق وما غيره باطل، ما يتقدمش هذا الرئيس. الرئيس بعد ما يجي ببرنامج كان يوعد الناس ببرنامج إصلاح العدالة، إصلاح مجال الصحي، إصلاح التعليم، إصلاح الاقتصاد، إصلاح حتى معيشة المواطن الجزائري، تولي عنده رفاهية في المعيشة، تولي عنده قدرة الشرائية اللي ما عندوش اليوم. الشعب راهو يطلب، هادو راهم ينفخوا فيه غير في الفيسبوك. تعرف راهم صارفين اليوم دراهم على صفحات الفيسبوك باش تصور لك الجزائر راهي مليحة والرئيس راهو مليح وقاعدين يكذبوا عليه وهو قاعد يضحك، لأن ما يبغوش الراجل يقول لهم الحق، يحبوا لي يكذب عليهم وينافق معاهم. هذا اللي ينافق يعيش في الجزائر. إذا ما تقدرش تنافق في الجزائر ما تقدرش تعيش، يحاربوك، وإذا كنت راجل يحاربوك. أنت كي تقول لواحد الحقيقة ماكش تضر فيه، بلك تنفع فيه. كي نكذب عليك على واش ننبح أنا كي نكذب عليك؟ تعال نديروا يد في يد ونبنوا البلاد. أنت عندك سلطة وأنا عندي أفكار وأنا عندنا أموال ونجتمعوا ونبنوا الجزائر. لا، فهم قاعدين يصرفوا دراهم وداروا صفحات، هذه الصفحات تتزوق في عمل رئاسة الجمهورية باللي توفا بيان ورانا ملاح وقوة ضاربة وإحنا مسمار ما نصنعوهاش. تبون فاشل، تبون فاشل، حكومته فاشلة وقيادة اللي راهم معاه ويزوقوا له في الطريق فاشلين، لازم يروحوا لمصلحة البلاد. أنا ما عنديش عداوة مع تبون، ما عنديش علاقة معاه، ولكن تبون فاشل. تبون دار أخطاء كبيرة فادحة دبلوماسية. قلت لهم عدة مرات ما تخلوش تبون يهدر أو يهدر فرفارة على تبون، هذا تخلوه يبدأ يهدر، يبدأ غير يطرش. تبقى قاعد في قهوة تبون الجزائر ماشي رزقك وما تهدرش كي راك في دارك، لأن كلام كرئيس جمهورية راه مسؤول، وكي تهدر برا راهي دبلوماسية. آخر خطأ داروا تبون وتكلموا معايا عدة ناس وقلت لهم رايح يكلف الجزائر ضربة قوية في المستقبل القريب مش البعيد، قريب. الإعلان تاعو اللي داروا في روسيا، أول حاجة استقبال رئيس الجمهورية في زيارة رسمية لروسيا يستقبلوا وزير فلاحة، هذه غير مقبولة. لو كان جات دولة والرجال واقفين يعاود يطلع في الطيارة تاعه ويرجع. عبد العزيز بوتفليقة كون قبل الاسكالي يعود يطلع، مانيش عارف، ولكن احتراما للسيادة الدولة الجزائرية، لأن الدولة ماهيش رزقنا. بيان سور لازم نحافظوا عليها. هنا صورة الجزائر، رئيس يستقبله وزير فلاحة. أنا عبد الضعيف يوسف بعجة ما نقبلهاش بروحي، مانيش رئيس مانيش وزير، يستقبلني وزير فلاحة ما نقبلهاش. كيفاش رئيس في زيارة رسمية لروسيا يستقبله وزير الفلاحة واحد معذر؟ هذه واحدة، لأن الإعلام قاع حاكمينهم ينفخوا غير في العجلات كما كانوا يديروا جماعة السيارات. ثاني حاجة قال لهم لازم نلقوا بديل للعملة الدولار. لطيف. هذه الناس اللي يعرفوا وسمعوها زيتي شوكي. الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي، تبون غادي يحارب الدولار. تعرف باللي الدولار ان امريكا قادره تحرك النووي على جال. هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عمله الدولار لو كان تخرب فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجه وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا. بعد اقعد بلد محايد، اقعد من بعيد،
عاون روسيا وعاون امريكا وسايس هذا وسايس هذا، بصح قعد سياستنا محايده احنا لو جوست ميليو، لو جوست ميليو بيان احنا سور. ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورتاسيون، يبلعوا عليك لامبورتاسيون تموت. كيفاش تدخل انت في صراعات كيما هذه وتنحاد وتروح تنحاد الى روسيا وتخلي امريكا واوروبا نورمال بانت لك هذه سياسه. هذه وجهه نظري انا. نبقى الجزائر محايده. شوف من يكون مع الديب ما نبكي مع الراعي. خويا نقعد كيما سويسرا ما ندخلش روحي. خويا انا صاحبكم كاع كيما راكم، ندير الامن معاكم كاع كيما راكم، ما نربحش العداوه، نربح الملاحه مع كاع الناس. تروح تقول نعطوا البديل للعمله الدولار، هذا اعلان حرب على امريكا، وهذا سيكلف الجزائر ثمنا باهظا في المستقبل. واش صرا؟ بعد ما هضر هذه الهضره ورجع، واش صرا؟ عند دولة اللي قدامنا المغرب، امريكا قدمت اجهزه عسكريه مجانا لدوله المغرب. بطل. سي لا ريبونس. سي لا ريبونس ديريكت، اللي ما فهمهاش ما فهم والو في سي لا السياسه. ريبونس. فهمت؟ بيان سور. وانا نقول لك حاجه واحده اخرى للشعب الجزائري ربما ما يعرفهاش. الان امريكا غادي تدير ضغط على الامم المتحده حتى تستعرب بالصحراء المغربيه سكاره في الجزائر. انتم حيين وانا حي، دوك تشوفوا واش رايحين يديروا. لان في ازمه حرب وعلاقات وضرب الاقتصاد العالمي. قلت ما تهضرش على الهضره، قلت لك ماهوش مسؤول تبون كي يهضر، يبدا غير يطرش. لهذا انا دائما نخاف كي يبدا يهضر. بدنا 60 داهيه. في روسيا تهضر هذه الهضره. يا لطيف. ربي يجيب الخير. لازم قلت لكم لازم شوف باش نفهموا حاجه. هو من المنظومه الفاسده القديمه، نحبوا ولا نكرروا. تبون ماهو سليم، تبون فاسد في منظومه 20 سنه فاسد. كيفاش يولي رئيس؟ الهيستوريك تاعك خامش، ما تقدرش تكون رئيس. لازم رئيس نظيف، رئيس ما عندوش علاقه مع العصابه، رئيس راجل يجي يخدم الجزائر. هذا نعاونوه. حطوا رئيس يتفقوا عليه الشعب الجزائري، نخدموا بلادنا على العين والراس. 2024 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اما هذا من المنظومه الفاسده القديمه، كي ولا رئيس ولا صحابي ما يقدرش يولي فاسد، يقعد فاسد. انا ما يجيش يلعبوا هذه. انا قلت لكم هذه اللفعه بدلت جلدها فقط. نفس المنظومه الفاسده جينا وهم هادو وخروهم، جابوا ناس واحد اخرين خدموا نفسهم وراهم يخدموا في المسار تاعهم. ما تبدلت حتى حاجه. لا جزائر جديده. هذا خليه عبد الله بن القيم راه في الرئاسه. ما يتسرعوش في الاحكام تاعهم، ما يتسرعوش في القرارات تاعهم، يوزنوا كلامهم قبل ما يهضروا. لان انت كي تتكلم العالم كاع راه يشوف. احرز روحك واش تتكلم. واش تقول لي؟ مانيش نتكلم مع جماعه شباب في الشارع نوري لهم انا بلي قويين. هذا اللي دبلوماسيه. راهم هما يخطوا لك ويضربوك اقتصاديا ويضربوك من ما تقدر لهمش. وانت تهضر على الدولار يا تبون. هما يعرفوا باللي النفط تاعهم مبيوع كاع بالدولار. هذه ما يعرفهاش هذه. امريكا تقدر قرار تاخذ قرار تاع الرول بي تجمد كل لي ترانزاكسيون تاع الجزائر بالدولار، لان هي تتحكم بالدولار. قرار واحد. يعني انا شفنا باللي ناس عندهم حسابات بنكيه عاديين بلوكاو وبدون ما يشاورك يبلوكيك، او قادر يبلوكي كاع لي ترانزاكسيون تاع سوناطراك في 24 ساعه. وروح شوف حل لروحك كيفاش توكل الشعب الجزائري. يعني ما عندكش مدخول غير البترول. فهذا الرئيس اللي يوصل ويسكر الباب وراه، بعد ما يجيب كل البرنامج هذا يكون يعني وعد به الشعب الجزائري باللي يصلح ويسقد المعيشه والاقتصاد وكذا، يدوروا به هذا البطانه الفاسده انا نسميهم، ويزوقوا له صورته باللي راك مليح ونشاطك راه مليح ورئاستك راهي مليحه وكل شيء مليح في الفيسبوك وكلش وهم. الشعب مبسوط والشعب راهو مليح. دوك نرجع لك للشعب. شو يولي يدير؟ يولوا يبرمجوا له للعهده الثانيه. هو هذه خطه. فيولي الرئيس اللي جاب برنامج اصلاحي يولي يخدم على العهده الثانيه، ما يوليش يفكر في الاصلاح. يولي شي يدير، يولي يحصن في الكرسي تاعه، يولي يبغي يقعد ما ينوضش، يزيد عهده ثانيه ولا يقدر ثالثه، ويقعد يخدم على البقاء السياسي. واللي يخدم على البقاء السياسي وتحسين الكرسي ربي سالني.
هذا ما جايش يخدم البلاد، هذا جاي يخدم روحه.